السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. ألف ألف مليون مبروك. من هني جماهير النادي الأهلي مرة واثنين وثلاثة ومليون على الأداء امبارح وعلى العزيمة والإصرار، وقبل أي حاجة روح الفانلة الحمراء رجعت تاني من جديد اللي احنا كنا بندور عليها من لعيبة النادي الأهلي. اللمة، الأسرة، الأهلي دايما وأبدا قلنا مش دايما وابدا كان بيبقى افضل، يعني افضل سكواد او افضل لعيبه، ولكن افضل رجاله في روح، في عزيمه، في اصرار على المكسب. شفنا الكلام ده من بدايه الماتش. اي نعم، احنا بدانا مش احسن حاجه في اول 10 دقائق، واتكلمنا في الكلام ده امبارح كنظره عامه على المباراه، وقلنا النهارده عندنا الحالات كلها هنجيبها. جايبين النهارده ان شاء الله باذن الله كل الحالات وكل الفرص وكل الهجمات اللي حصلت امبارح في مباراه امس. ولكن زي ما بنتكلم نقول المكتسب الاكبر النهارده او امبارح يعني في مباراه امس، ان اللعيبه كلها كانت على قلب رجل واحد، في عزيمه، في اصرار، في اصرار على المكسب. التيشيرت ده يعني له دلاله كبيره جدا 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 عند اللعيبه، بالغيابات اللي موجوده عندك، وده انت بترسخ ان التيشيرت هو اهم ما في الحكايه او ما في المجموعه. ان الاهلي هو دائما وابدا هو اللي بيصنع اللعيبه، هو اللي بيصنع الابطال، مش اللعيبه هي اللي بتصنع النادي. دائما وابدا ده اللي احنا بنتكلم عليه وده بنرسخه. وطبعا معانا اول حاله النهارده في الحالات، الدقيقه 3، هجمه فرصه هدف لنادي الزمالك من طبعا هنبص هنا في اللعبه من البدايه، والخطا مركب من محمود حسن تريزيجيه خد الكوره وطلع بيها من ناحيه الشمال، جنب منه كوكا وجنب منه بن شرقي، حب يراوغ دونجا في جسمه. ولكن هنا الغلط الاول من عند تريزيجيه، واحمد كوكا كان طالع له جنب منه بن شرقي. بص هنا معايا مروان عطيه الغلط هنا عنده، ساب اخوان جزيره حتى قفله على بره الملعب مش جوه الملعب. يعني المفروض هنا مروان عطيه يعطل اللعب، بيعمل هنا فاول تكتيكي، لان الفرقه كلها كانت طايره. هتشوف بص هنا برضو معانا محمد علي بن رمضان، هنا بص هنا محمد علي بن رمضان بره اللعبه خالص، كله كان طاير قدام. فهنا لازم اعمل فاول تكتيكي هنا، وانا اصلا وشي لوشه، يعني اللعيب ما خدنيش وراح، فلازم انا اعترض هنا اخوان بزيره. هنا الخطا الثاني المركب، ومحمد علي بن رمضان قدام وكل الفرقه كانت طايره قدام، خدها اخوان بزيره وجري بيها. مفيش حد طبعا قبله، خلاص بقى في مساحه كبيره جدا 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 بيجري فيها اخوان بزيره. بعد كده طلع حطها من ورا ياسين مرعي حب بقى ان هو خلاص بقى رايحين اتنين عليه، فحب يغطي يروح لاخوان بزيره، اتلعبت في ظهره لعداء الدباغ، ولكن الشناوي طلع قفلها له كما ينبغي ان يكون. برافو، شابوه الشناوي، شال الكره دي فرصه هدف مؤكد. تاني حاله معانا النهارده اللي هي برضو في الدقيقه 10، يعني كره خطا مركب، ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي مع بعض. الكرة كانت بادئة من عند محمد صبحي. هنبص هنا في الحالة هتلاقي كل واحد ماسك واحد، كل واحد ماسك المان بتاعه. وطاهر المفروض هو نازل الحتة الدفاعية أصلا، المفروض عشان يغطي في الحتة الدفاعية زي ما احنا شايفين هنا معانا في الحالة. طاهر سايب بنتايك في ظهره، المفروض الراجل اللي معاه سايبه في ظهره لوحده خالص. هتلاقي بنتايك دلوقتي في الحالة بيرفع إيده لمحمد صبحي ولوحده هو خالص. محمد صبحي علقها له، المفروض هو يبقى مايل عليه يبقى معاه. ده المان بتاعه اصلا سابه في ظهره واتلعبت له محمد صبحي اضطر. يعني هنشوف برضو هنا خطأ مركب ما بين طاهر وما بين مروان ساب قلب الملعب، هو كان مع ناصر ماهر. الكوره لما اتلعبت هنا لبنتايج لما جات له، هنبص هنا نلاقي مروان عطيه قام مايل على بنتايج فضى المساحه كده لناصر ماهر، لعبها ناصر ماهر حب يروح له هنا مروان زي ما احنا شايفين، هتلاقي مروان ميل عليه علشان يغطي عليه. المفروض هنا مروان يعني اتسرع في ان هو يروح له فض قلب الملعب، المفروض افضل انا في قلب الملعب زي ما انا
او يا اما اروح واعمل فاول تكتيكي برده مع ناصر ماهر، الكره في نص الملعب ما فيهاش اي خطوره خالص، التحم برده معاه. ساب ناصر ماهر خده وراح في المساحه، فتح نص الملعب وبقى يجري وراه. هنبص هنا بقى اللعيبه كل الضغط العشوائي ده كله هو ضغط اصلا بدون ايجابيه خالص. الضرب، وهنبص هنا لطاهر، بص هنا طاهر بيجري لوحده خالص، حتى يعني ما فيش اصلا اي ايجابيه خالص ان هو يجري يا اما يفتح سبرنت عشان يرجع تاني لمكانه الصحيح. لا، واقف بيجري يعني بيتمشى. خدها ناصر حطها لادم قيد واللي احنا اتكلمنا عليه. بص هنا ادم قيد نازل في قلب نص الملعب واللي احنا اتكلمنا عليه في برشامه ما قبل الامتحان. ادم قيد بيخش وسط الملعب وبيسيب هنا. هنبص نشوف هنا بنتايج هو اللي فاتح على الجناح وطاير مكان ادم قيد. ادم قيد دخل حطها وانتو ما بينه وبين ناصر ماهر، راح انفراد حطها، ولكن دخلت بجوار القائم الايسر لمحمد الشناوي، فرصه في منتهى الخطوره. الحاله اللي معانا دي في الدقيقه 12 طبعا كانت هتبقى هدف ذاتي، ولكن احنا مش بنتكلم عن هدف الذاتي، ولكن بنتكلم في اللي احنا قلناه في برشامه ما قبل الامتحان. هنبص هنا الجزئيه دي، الكره بدات من مروان عطيه حطها لطاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر لوحده خالص على اليمين. طاهر لو بص والمفروض كان نقول زي ما قلنا عماد النحاس. هنشوف هنا طاهر بص واقف على الكره هنا وهو بيرفع الكره، هتلاقي في مساحه شاسعه اللي احنا بنتكلم فيها في قلب الدفاع، ما بين قلب الدفاع وما بين الديفندرات بتاعت نادي الزمالك على حدود المنطقه فاضيه خالص. لازم كان هنا يشتغل فيها عماد النحاس، لازم كان ينوه على تريزيجيه او محمد علي بن رمضان. تلاقي محمد علي بن رمضان بيجري له في المساحه قدام، ولكن طالما في حد داخل اقتحام ال 18 يبقى يعني محمد علي بن رمضان اقتحم ال 18، يبقى لازم في التواجد اللي هي في المساحه هنا، المساحه دي بالظبط لازم يكون فيها هنا تريزيجيه ياخد الكره هنا، هتبقى في منتهى الخطوره. وزي ما اتكلمنا وقلنا مرارا وتكرارا ان دي فيها مشكله كبيره جدا 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 عند نادي الزمالك. الحل معايا دي في الدقيقه 17 بتبين قد ايه نادي الزمالك يعني وسط الملعب عنده يعني في كوارث دفاعيه. الاهلي اتدرج بالكره كما ينبغي ان يكون. محمد علي بن رمضان حط راجل في ظهره وبعد كده تدرجوا بيها واحده واحده، تريزيجيه طلعها بن شرقي لحد ما الكره وصلت لبن شرقي بمنتهى السهوله. بقى في شوارع يعني بن شرقي كان ممكن يدوس عليها ويروح بيها، ولكن حب يحطها بينيه برضه، حطها مش احسن حاجه لمحمد شريف اتطرفت. محمد شريف لف بيها وحطها لمحمد علي بن رمضان، ودي برضه هترجع للي احنا اتكلمنا فيه عليها. بص هنا كده محمد شريف واقف على الكوره قبل ما يحط محمد علي بن رمضان، هنا في مساحه يعني مساحه شوارع. شفتوا دي يعني ده الحمد لله بفضل الله بيبين على كلامنا وان احنا الحمد لله بفضل الله لنا نظره في الجزئيه دي. وسط نادي الزمالك هنا بص على حدود المنطقه لوحده خالص تريزيجيه حطها لمحمد شريف. محمد شريف هنا لو وضعيه جسمه مهيئه هنا، بص هنا محمد شريف لو وضعيه جسمه هنا وحطها بيمينه الاول سندها وهو بيلعب كده كده بشماله كويس جدا، هيحطها بشماله على طول في البعيده من لمسه واحده جون. ولكن وضعيه جسمه ما كانتش احسن حاجه. بعد ما استلمها حتى وضعيه جسمه مش تمام، لو ريحها الجنب منه زي ما احنا شايفين في الصوره هنا بن شرقي، لو ريحها بن شرقي على طول ببطن رجله في الجول. ودي كانت حاله بتبين قد ايه النادي الاهلي لو كان استغل الجزئيه ديت من بدري امبارح كنا هنشكل خطوره كبيره جدا جدا على نادي الزمالك وقد كان. ولكن في بعض الكور دخل منها جون، ولكن اللي احنا بنتكلم فيه ان حتى اهم لعبتين جه منهم الهدف وجه منهم ضربه الجزاء كانوا من الحته ديت من وسط الملعب ما بين خط الدفاع وما بين الديفندرات. الحاله اللي معانا دي برضه بتبين يعني كان في مساحات شاسعه في وسط ملعب نادي الزمالك. هنبص الكوره بدات محمد علي بن رمضان في 24 خدها وراح بيها، عمل بيها وانتم ما بين محمد شريف، لكن محمد شريف الكوره اتعثرت منه، لو كان حطها صح كان محمد علي بن رمضان على طول من لمسه في الجول هيشوف بمنتهى السهوله، ما كانش في حد خالص على حدود 18 نهائيا، نص الملعب فاضي. وهتشوف هنا معانا المساحه عامله ازاي، شوف المساحه دي كلها فارغه ما فيهاش اي حد خالص على الاطلاق. لعبها بينيه ما بينه وما بين بن رمضان، لكن لما تعثرت راحت بن رمضان خلصها بالعافيه، حطها لطاهر، طاهر حطها في القلب بن شرقي ريحها بالكعب على طول تريزيجيه هات على عمر جابر وخده وحب يحطها ار2 ولا كانتش يعني للاسف ما نسيتش في وش رجله او في بطن رجله، كانت هتروح ار2 في البعيده، ولكن راح بمنتهى السهوله في محمد صبحي، او كان ممكن يريحها زي ما احنا شايفين هنا. لو ريحها هنا لبن شرقي كانت هتبقى هدف مليار في المية، ولكن ضاعت الفرصه برضه. كانت الخطوره كلها بادئه من وسط الملعب. وهنا طبعا في الدقيقه 26 ضربه الجزاء لنادي الزمالك.
انا بشوف فيها، يعني انا ما شفتش فيها التحام على الاطلاق. ذا سيم هو قال امبارح بن شرقي واكدها ورسخها عند الحكم امبارح في ركله الجزاء بتاع حسين الشحات. ولكن ما شفت ان شايف ان دي ما فيهاش تلامس خالص. أنا يعني في كره عودة الدباغ ما شفتش فيها تلامس خالص ما بينه وبين ياسين مرعي. مش باينه والله اللقطه خالص انها في تلامس اطلاقا. حتى عودة الدباغ رمى نفسه بعيد اصلا عن مسار الكره اصلا اطلاقا. ما فيهاش، انا من وجهه نظري ما فيهاش اي حاجه. ولكن هو حسبها بيلن، ولكن البيلن جايبها هنا باللقطه وبالدليل. الكره اصلا لا تعد اطلاقا. ولكن الاهلي امبارح هزم الزمالك، والحكم حكم يعني حكم غريب عجيب. كره يعني مش محتاجه اعاده اطلاقا، باعتراف الزملكاويه نفسهم ان الكره مش محتاجه اعاده اطلاقا. خالد الغندور اللي هو احنا عارفين ان هو راجل متعصب زملكاوي قال ما تتعادش اطلاقا ضربه الجزاء، لان اللعيبه دخلت، كله كان متداخل، لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي. كلهم تداخلوا. كان في لعيب كمان اللي محمد هاني يعني هو اللي شال. هنشوف هنا في الكره هنا محمد هاني هو اللي شالها. يعني الكره هو بيلمسها عبد الله السعيد. شوف هنلاقي هنا عبد الله السعيد وهو بيشوط الكره، هتلاقي اللعيبه كلها متداخله. انا جايبها هي تبص بالحاله باينه هنا اللعيبه كلها متداخله. هنبص هنا في الحاله برضه، هنا بص بالظبط هنا محمد علي هاني هو اللي شال الكوره. سابقه هنا لعيب الزمالك هو اللي سابق محمد هاني. محمد هاني هو اللي شالها. فالكره لا تعاد اطلاقا. ولكن كان في اصرار من الحكم ان ركله الجزاء تعاد، واحرزها حسام عبد المجيد. حطها بمنتهى الجمال بصراحه. حسام بيحطها جميله جدا جدا جدا. حطها في المقص بصراحه لا يسال عنها الشناوي اطلاقا. ولكن الحكم قلنا حكم فاسد، كان عايز الزمالك يحرز باي طريقه من الطرق. احرز نادي الزمالك منها الهدف. وبعد كده الزمالك اصلا يعني بعد الهجمتين الاوائل من الشوط الاول الزمالك لم يحضر الى ارض الاستاد الاهلي سيطر طولا وعرضا بالفرص وبالدليل. واحنا جايبين معانا كل الحالات. هنشوف برضو معانا الحاله دي. ومعانا الحاله دي يعني فرصه في الدقيقه 41 فرصه هدف. عملها مروان عطيه، خدها من بن رمضان حطها مروان في يعني الاهلي كان ماسك الزمالك في يعني على حدود 18 عمال يلطش له من اليمين ومن الشمال. الزمالك متراجع بطريقه رهيبه جدا. خدها مروان حطها لهاني زي ما احنا شايفين هنا. هاني رفع الكره الاوفر حطها هناك على البعيده خالص لبن شرقي. بن شرقي جسمه ما كانش معدول ان هو يشوط الكره اصلا. لازم هنا بن شرقي يحطها لتريزيجيه زي ما احنا شايفين. نشوف هنا تريزيجيه لوحده خالص حطها لتريزيجيه. تريزيجيه يقدر يحطها في الجون بمنتهى السهوله هدف. ولكن بن شرقي فضل ان هو يشوطها وكان جسمه مش معدول اطلاقا. ضاعت فرصه هدف. الحل معايا في الدقيقه 43 وده برضه بتبين يعني قد ايه الزمالك عايز تضربه ضرب من العمق ما ضربوش من الاطراف اطلاقا. الاهلي كانت كره مروان عطيه ريحها لمحمد هاني. محمد هاني خدها شق بيها لقلب الملعب وحطها لتريزيجيه. تريزيجيه كان في قلب ال 18 حب يلعبها تاني مع محمد هاني على الطرف. قفل عليه بن طيب وراحت الفرصه. ولكن لو حطها هنا لمحمد شريف، بص هنا في المساحه دي كلها شريف لوحده خالص. لو حطها له على طول هيحطها شريف في الجون. ولكن تريزيجيه فضل انه يلعب على الطرف. لو كان عندنا اصرار ان احنا نلعب من العمق كنا هنسجل اجوان كتير جدا 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 بالدليل وبالحالات في الجزئيات اللي احنا شفناها دي مع بعض. الحاله اللي معايا دي في الدقيقه 45 برضو بتبين ان كل الخطوره اللي عندك او يعني كان في ضربه جزاء لم تحتسب للاهلي. هي غير صحيحه بالمره. يعني الكره خبطت فعلا، انا شفتها في الاعاده، خبطت في صدر اللاعب المغربي فينتايك. الكره دي بس خدها تريزيجيه وتوغل بيها وعمل دريبل بيها من وسط الملعب. حب يحطها اصطدمت راحت لطار محمد طاهر. طار محمد طاهر لوحده خالص وهو بيشوط. هنبص هنا نشوف المساحه اللي موجوده دي كلها لطار محمد طاهر شاطها ولكن خبطت في صدر بنتاي وطلعت لضربه ركنيه. لكن الحكم احتسبها بيلين وهي الكره اصلا مش بيلين خالص اطلاقا. حتى هو راح فعلا شافها مش بيلين. بس كان لازم يحطها في الركنيه. كان لازم يلعب ركنيه لاعب اسقاط واداها لنادي الزمالك بأني منطق مش عارف. هنيجي هنا الحاله اللي معانا ديت وهي دي طبعا كره المباراه بالنسبه لي. انا دي كره المباراه او انقاذ المباراه بالنسبه للنادي الاهلي. دي اللي خلت الاهلي طلع بالثلاث نقاط امبارح. ويعتبر دي افضل جمله لعبها الزمالك في خلال المباراه كلها. ولكن فيها اخطاء مركبه كتير هنشوفها بالحاله. اول ما الكره تيجي عند دونجا هنقف هنا مع بعض نشوف هنا مروان عطيه
عينين على مروان عطيه والسهم اللي عليه ده. مروان عطيه المفروض هو هنا قاطع مع مين؟ مع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد معاه، عبد الله السعيد سرقه وراح استلم منه الكره بمنتهى السهوله. لعبها بعد كده دريبل ما بينه وما بين ادم كايد. ادم كايد طلعه بالكوره، خطفه برضه ما بينه وما بين طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر هنشوفه هنا، المفروض هو كان مع ادم كايد، كان المفروض يقفل هنا زاويه التمرير لعبد الله السعيد على الخط، مساحه يعني قريبه جدا. خطا مركب ما بينه وما بين طاهر محمد طاهر، لان محمد هاني هنشوف هنا كان مع بنتايج طالع بره بره خالص، رايح مع بنتايج مان تو مان معاه، وساب طاهر مع ادم كايد. ادم كايد طبعا طلع بقى عبد الله السعيد، اتضربوا بيها الاثنين، طاهر محمد طاهر ومروان عطيه. خدها عبد الله وجري بيها، وبعد كده طلع له ياسر حطها بقى هنا. بص هنشوف برضه هنا تاني خطأ مركب تاني هنا لمروان عطيه. بص هنا مروان عطيه الكرة هنا هو بقى خلاص مع بنتاج هو اللي خلاص هيقطع في المساحه وطلب الكرة هنا. بص هتلاقي طلب الكرة هنا في المساحه لعبد الله السعيد، ومعاه هنا مروان عطيه. المفروض مروان عطيه كان غطى معاه، لا سابه خالص، حط له عبد الله السعيد، حطها بنتاج عرضيه رائعه على الارض. كانت راحه لناصر ماهر، ولكن ده انقاذ المباراه. يعتبر ده الانقاذ ده بالثلاث مباريات كانت هتصعب عليك المأموريه جدا جدا جدا. وخطأ مركب كارثي ما بين طاهر محمد طاهر وما بين مروان عطيه. خطأ مركب من مروان كمان مرتين اتنين، خطأ في عبد الله السعيد في الاولانيه وفي الثانيه مع بنتايج، سابه وجري في ظهره في المساحه وراح حطها. ولكن بن شرقي، شابوه بن شرقي، عمري في حياتي ما شفته بيعمل تغطيه عكسيه كده على مدار مسيرته كلها. شابوه بن شرقي، ده انقاذ المباراه، ويعتبر ده انقاذ الثلاث نقاط من بن شرقي. هنروح هنا للدقيقة 71 طبعا، ودي كورة الهدف الأول للنادي الأهلي. يعني هدف يدرس، هدف أكتر من 20 تمريرة للنادي الأهلي، هدف يدرس، هدف عالمي. كرة من اليمين للشمال للعمق لحد ما تيجي الكرة عند مروان عطية، حطها لبن شرقي. بن شرقي حطها لمروان عطية بوش رجله الخارجي كده جميلة. حطها بمروان عطية في المساحة، وقلنا الهاف سبيس اللي هي ما بين قلب الدفاع وما بين خط الوسط، استغلها حسين الشحات وقطع فيها. ويا سلام، بص هنا بقى حسين الشحات ظهره اصلا للملعب، وشايف شريف برضه. بص هنا على التحرك بتاع شريف، بص هنا تحرك شريف فين. طلع بره الزحمه، عدل وضعيه جسمه علشان هو لعيب كبير وبيلعب برجلين الاثنين اليمين والشمال. هنبص هنا محمد شريف عدل وضعيه جسمه وخد الكره بالشمال، خدها بشماله، طقطق بيها ظهره حسام عبد المجيد، طلعه بره اللعبه خالص وحطها بشماله علشان عنده الحته يعني اللمسه رجله اليمين زي الشمال، حطها جميله كما ينبغي ان يكون نزلها لتحت لحسين الشحات. وتحرك حسين الشحات برضه رائع هنا، بعد ما لعب الكره ما وقفش، جري في ظهر المدافعين وخد الكره في المساحه المطلوبه كما ينبغي ان يكون. جمله تكتيكيه عالميه رائعه، هدف يدرس، هدف عالمي. خدها حسين الشحات حطها على طول من لمسه، ما فيش تاليف. هدف الاول للنادي الاهلي، هدف رائع 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 رائع. هنروح هنا الدقيقه 76، وده الكلام برضه اللي احنا قلناه مرارا وتكرارا. المساحه في وسط الملعب ما بين قلبين الدفاع وبين خط الدفاع، اتعملت عرضيه من محمد هاني لتريزيجيه على حدود المنطقه، خدها تريزيجيه، استلمها وقفها ولعبها بينيه لحسين الشحات الناحيه الثانيه. سرق فيها بنتايج وقطع، حط الكره بصدره وخدها. يعني قلت امبارح بين مليار في الميه. على المساحه هنا هنبص هنا الكره اول ما وصلت لتريزيجيه في مساحه كبيره جدا ما بين قلوب الدفاع وما بين خط الوسط، استلم فيها تريزيجيه وعلقها بينيه لحسين الشحات. حسين الشحات بمنتهى البراءه حط جسمه، خد الكوره وضربه بنتائج ياخد فيها سنتين سجن مع التنفيذ طبعا. ركله جزاء مليار في الميه، دخل يعني محمود تريزيجيه. يا قلبك يا تريزيجيه، كلنا طبعا قلقانين وكنا خايفين على تريزيجيه، ولكن كان عندي ثقه في تريزيجيه والله ان هو هيحرزها. ولكن جمدان قلب تريزيجيه الشخصيه والعزيمه والاصرار ان انا متحمل المواقف. كلنا كنا بنلوم عليه قبل كده عشان هو ما كانش نمبر 1 في الفرقه، لكن هو دلوقتي نمبر 1 في الفرقه ان هو يشوط. ولكن زمايله كانوا خايفين عليه ان هو عشان ما يخش في الدوامه بتاعت الانهزاز وعدم الثقه تاني من جديد.
ولكن تريزيجيه خلاص بقى دخل نفسه دلوقتي وبقى بينافس دلوقتي على الهداف. وتريزيجيه آه، يعني بنسبه كبيره جدا جدا بشوف ان هو هيكون هداف الدوري السنه دي ان شاء الله باذن الله. دخل وحطها كما ينبغي ان يكون، مفيش هزار، حطها في نص الجون صاروخ. هدف جميل للنادي الاهلي، وكده جاب النادي الاهلي الهدف الثاني. هنروح هنا للدقيقه 83 وكانت فرصه هدف لبن شرقي. الكره بدات محمد عيب الرمضان طلع فيها محمد هاني حطها لحسين الشحات. خلق بقى يعني كان في مساحات شاسعه رهيبه بعد كده. الزمالك طبعا قبل الاهداف دي كلها كان بالنسبه لي كالملاكم اللي حاط نفسه في الكورنر. انا عارف ان هو هيقع في اي وقت، مستني القضيه من المنافس اللي قدامه. هو خد نقطه ومحافظ عليها وتعبان مش قادر، فبيحاول ان هو يدافع عن نفسه في الكورنر، والاهلي عمال يديله لكمات من كل حته. كنت منتظر ان هو ياخد القضيه، والاهلي فعلا بالفعل اداله القضيه في الحته الفاضيه. لو بص هنا كان هيلاقي بن شرقي لوحده على حدود المنطقه، كان يلعبها له على طول من لمسه. او حسين الشحات برضه قبل ما الكوره تروح لهاني، حسين الشحات كان ممكن يحطها هنا لتريزيجيه في المساحه، وبن شرقي كان قاطع في القلب. ولكن ما عملش كده. حسين الشحات حطها لمحمد هاني، محمد هاني تكاسل فيها، شاطها راحت لبن شرقي. بن شرقي يعني استلمها جميل جدا، ولكن الاستلامه يعني هو كان عايز يستلمها ومطوح رجله على طول بشماله هتبقى في الجون. لعيب كبير بن شرقي، ولكن الكره ما خدمتوش، بعدت عنه. يعني بعدت عنه، ما بقتش تحت حوزته قوي، فحب يعدل وضعيه جسمه تاني ويشوطها. كانت عمل عليه البلوك من محمد اسماعيل، كانت فرصه هدف، ولكن يعني الكره ما خدمتش فيها بن شرقي في الاستلام. الفرصه برضو اللي معانا دي فرصه هدف لبن شرقي، فرصه هدف محقق، ما فيش كلام بقى بعد كده. في الدقيقه 87 خدها محمد هاني، عرضيه محمد هاني رائعه، لعبها لبن شرقي في السكس يارده. بن شرقي لمس، ولكن سوء حظه كان غير موفق على الاطلاق في الكره ديت، ولكن الكره بعدت عنه، لمست رجله، ولكن يعني لسوء حظه ما لبستش في رجله. كانت هتبقى هدف مليار في المية. ضاع اكتر من الاهلي من كذا فرصه. كان في فرصه بقى طبعا للزمالك من عرضيه عبد الله السعيد. برضو سابوا الرجال. عبد الله السعيد لعب عرضيه بمنتهى السهوله جدا. عبد الله السعيد لعيب كبير جدا في العرضيات بالذات والكور القصيره. حطها كما ينبغي ان يكون صاروخ، شايطها صاروخ. حطها عمرو ناصر، حطها في العارضه، ما كانش موفق فيها. وطلعت بره. بعد كده بقى ديانج يعني خد كوره وشق بيها الحصان الاسود، خدها ورقص بيها واحد واثنين وثلاثه واربعه زي ما احنا شايفين هنا، وحطها لعمر كمال كما ينبغي ان يكون. بيقول له هجوم بقى، اختم بقى التابلو الجميل ده بهدف رائع، يعني قمه الجمال والروعه من ديانج. خد شق بيه من نص الملعب، وخد واحد واثنين وثلاثه واربعه، يعني هدف مارادوني من وسط الملعب. حطها لعمر. عمر برضو لو بصينا هنا هتلاقي لحسين الشحات جنب منه، يعني انت مش واثق في نفسك، طالع حسين الشحات خلاص كده كده محمد صبحي طلع بره الجون خلاص، الجون فاضي. لو حطها لحسين الشحات، حسين الشحات بطل رجله هدف، يقدر يحطها هو هدف، ولكن لم يحسن التصرف فيها واضاعها بشكل غريب جدا. وبكده الحمد لله بفضل الله نكون وصلنا لاخر حلقتنا، وكنا فصصت كل الماتش، كل الفرص اللي فيه. الاهلي ضيع من ايده فوز سهل بثلاثه واربعه وخمسه، فوز كبير كان يبقى فوز عريض على نادي الزمالك، ولكن لم نحسن استغلال الفرص. ولكن اللعيبه كلها كانت رجاله، شابوه لعيبه الاهلي. كده حطينا نفسنا على المسار الصحيح، والحمد لله بنبين ان كلامنا كله الحمد لله برشامه ما قبل الامتحان كله كان كلام صحيح. والاهداف الحمد لله الاهلي جابها، وكل الكور اللي كانت خطيره كلها من عمق الملعب عند نادي الزمالك. لو وصلت معايا لنهايه الحلقه مش تحط لي لايك واشتراك في القناه. في الختام سلام، ويبقى النادي الاهلي منتصرا، يبقى النادي الاهلي فوق الجميع.